الاهلي والزمالك الاثنين خارج بطولة كاس مصر. الاهلي من دور 32 والزمالك من دور ال 16. تعالوا اقول لكم على الحقيقة اللي مش اي حد يقولها لك على طبيعتنا دون اي تكلف بما يرضي الله. اخوكم هيثم كرة وسلمى بنحل كرة وسينما مع بعض. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو عجبك الفيديو دوس لايك والله مش هتخسر اي شيء. واصحابنا اللي في التيك توك خشوا على اللينك بتاع اليوتيوب واشتركوا معانا في قناة اليوتيوب. وكمان اليوتيوب قال الاشتراك في القناة مجانا مش هتخسر اي شيء. ولو حبيت الخير لغيرك بامر الله الخير هيجي لك. اشتركوا معانا في قناة اليوتيوب. طبعا نادي الزمالك من ساعات قليله اتغلب من سيراميكا كليوباترا 2-1 في دور ال 16 في كاس مصر، وللاسف خرج من دور ال 16 كده. كاس مصر الفتره القادمه لحد خلاص نهايه البطوله ما فيهوش ولا اهلي ولا زمالك للاسف. الكبار طلعوا، يعني الانديه الجماهيريه تقريبا خرجت كده، ما فيش غير انديه الشركات ولا ايه. يعني ماتش الزمالك وسيراميكا كليوباترا صراحه كان، يعني سيراميكا كليوباترا لعب ماتش حلو قوي، والشوط الاول ضغط عالي واستحواذ، وحتى الجون جه في الدقيقه 18. الجون الاول من خطأ دفاعي ونار نيران صديقة من حسام عبد المجيد، يعني دخل الكورة كوبري في رجل الحارس بتاع نادي الزمالك المهدي سليمان. يعني شيء يضحك قوي من حسام عبد المجيد. والحاجه الغريبه يعني الجون التعادل يجي في الدقيقه 46 نادي الزمالك. حاجه غريبه قوي من محمد بسام هذا الحارس العجيب الحال اما بيجي يلعب قصاد يعني نادي الزمالك. حاجه غريبه جدا. برضه في ماتش قبل كده كان قصاد نادي الزمالك عطى الكوره باص ل اللي هو ناصر منسي وجابها جون، والمره دي بيعمل شقلباز في الهواء ويقع وبتاع عشان الكرة تيجي يعني بكل سهولة على رجل محمد اسماعيل المدافع ويجيب جون. اما هو طلع وركب الهوا خبط في زميله محمد بسام وطلع عمل جامب. فحاجة غريبة جدا من محمد بسام. فالجون يجي التعادل في الدقيقة 46 وماشي الحال. بس يعني الأغلبية والاستحواذ كان صراحة سيراميكا كليوباترا. حتى جالهم ضربة جزاء في الشوط الثاني، ولكن يعني سبحان الله. يعني ايه هي ضربه الجزاء؟ انا شايف ان هي صراحه مش ضربه جزاء، يعني المفروض ان هي جايه في ايد حسام عبد المجيد، لكن انا شايفها عدت من تحت ايده على طول. يعني انا اعتقد ان الفار مش جايبها مظبوط، عدت من تحت ايده لمسه اليد او ضربه الجزاء، ولكن اتحسبت ضربة جزاء. وصديق اجولا يعني بيجيبها في العارضة ويروح معاها المهدي سليمان، ولكن تطلع يعني في العارضة والامور تمشي، وهجمة هنا وهجمة هنا، وناصر منسي يلعب جنب حلو قوي بدماغه تضيع. وكذا كروس من بنتايج. صراحة بنتايج كان راجع وموجود، ولكن في الدقيقة 69 يجي الهدف الفوز لسيراميكا كليوباترا من احمد بالحاج، يعني من على حدود ال 18 راكنها في المقص ممتازة. شابوه بصراحة احمد بالحاج عشان يفوز سيراميكا كليوباترا على الزمالك ويصعد لدور الثمانيه. هارد لك طبعا لجمهور نادي الزمالك، سنظل اوفياء. هو والاهلي الاثنين خلاص بقوا سواء. وطبعا النادي الاهلي في دور الثمانيه عشان يقابل نادي الترجي التونسي، وبيراميدز هيقابل الجيش